طبعا أنا السيد حسين البرجس أحد وجهاء عشيرة البريش العفادلة. طبعا نحن كشيوخ عشائر ووجهاء ضد فكرة الأمم المتحدة بتوزيع المعونات إلى الإرهابيين في تل أبيض وسلوك. إن هؤلاء الإرهابيين يعتبر هذا الشيء دعم للإرهاب على الأراضي السورية وعلى الشعب السوري وعلى الشمال السوري بشكل خاص. فالأمم المتحدة أنها عندما تقوم بهذا العمل أنه خطأ كبير عندما تقوم بدعم الإرهابيين، وعلما النازحين من تل أبيض وسلوك هم موجودين حاليا في مدينة الرقة في المخيمات وعددهم أكثر من 300 ألف لاجئ موجودين في مدينة الرقة في المخيمات. وكانت الأمم المتحدة على أساس أنها تبعث معونات ومساعدات إلى هؤلاء اللاجئين، لكن اختلفت نيتها. ونحن نطالب الأمم المتحدة بدخل المساعدات إلى الشمال السوري واللاجئين الموجودين في الشمال السوري عن طريق الإدارة الذاتية وليس عن طريق بوابة تل أبيض. إن بوابة تل أبيض يسيطر عليها الإرهابيين، وهؤلاء الإرهابيين لن يوصلوا هذه المساعدات إلى أهالينا اللاجئين في مدينة الرقة، سواء من عين عيسى أو رأس العين أو من تل أبيض أو من سلوك. إن هؤلاء اللاجئين موجودين في الرقة وليس هم موجودين في سلوك وتل أبيض ورأس العين. مصطفى العبدي، عشيرة العفادلة، القائم الظاهر. نستنكر احنا هذا الموضوع المساعدات، نستنكر من دخول بوابة تل أبيض ولا بأي شكل من الأشكال، استنكار كامل، لأن الأمم المتحدة جاءت تساهم بمساعدة الإرهابيين علينا. أصلا الدعم المفروض يجي اصولا تل ابيض، عين عيسى، المنطقه اللي احتلت من قبل تركيا واعوانها مثل ما يسمى الجيش الحر والنصره مدعومين بداعش، صاروا عندنا هنا، صاروا مخيمات هنا موجودين عندنا بالرقه. فشلون تجي المساعدات وتنعطى الارهابيين محاربيننا، محاربين منطقتنا ومحاربين شعبنا؟ استنكر ولا باي شكل من الاشكال. نطلب من الامم المتحده اعطاء المساعدات عن طريق بوابة اليعربية بشكل رسمي للمنطقة اللي لازم تستفيدها. يعني طبعا بالتأكيد صارت مسيسة. يعني اليوم لما يجي لشعب تعب وعانى ولسه مدمر ولسه تعبان ولسه جوعان ولسه الناس بالمخيمات، على فكرة شلون تنحط؟ يعني جاي يساهمون ضدنا، يعني جاي يدعمون الإرهاب، جاي يساهمون مساعدة الإرهاب بهالطريقة هذه يا أخي.